إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد عباد الله، نعيش في هذه الأيام مع واعظ لمن أراد أن يتعظ أو يعتبر، ألا وهو واعظ الصيف. وفي هذه الجمعة أحببت أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، بأمر عظيم ومقام شديد يذكر به هذا الواعظ. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالصيف عباد الله كلما اشتد حره يذكر بعلامتين واضحتين، ألا وهما شمس الموقف العظيم يوم القيامة ونار جهنم عافانا الله وإياكم. فالشمس يوم القيامة عباد الله تدنى من رؤوس الخلائق في يوم كان مقداره 50,000 سنة. روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ثم نار جهنم عافانا الله عباد الله. يقول الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء من زمهرير جهنم. الصيف عباد الله كلما أقبل ارتفعت الحرارة، كل منا يريد أن ينقذ نفسه، كل منا ينشد النجاة من الحر، وكل منا يطلب البعد عن الشمس والاقتراب من نسمة عليلة تريحه. فكم هو عظيم الأسى عندما ترى الناس يشتكون من حر شمس الظهيرة ولا يقيمون وزنا لشمس الموقف العظيم. نعم، ننزعج ونخاف من شمس الظهيرة، لكننا لا نخاف من شمس ذلك اليوم العظيم أو ذلك الموقف العظيم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيا من لا يطيق شمس الظهيرة ولا يتحمل الوقوف فيها دقائق معدودة، كيف بك إذا دنت الشمس من رؤوس الخلق يوم القيامة وطال وقوفهم وعظم كربهم واشتد زحامهم ولا مهرب ولا مفر؟ كيف أنت أيها العبد وحرارة جهنم؟ والله ثم والله لست لها بمطيق، فإن حرها شديد وقعرها بعيد وإن مقامعها حديد. نار جهنم من دخلها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كلما نضجت الجلود بدلت جلودا غيرها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أنعم أهل الأرض من أهل الدنيا يؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسة فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي نعيم قط. ينسى كل نعيم الدنيا بمجرد غمسة واحدة في جهنم، مع أنه كان من أنعم أهل الأرض. فجدير بك أيها العبد أن تتقي حر الدنيا، أن تسأل نفسك ماذا أعددت لحر الآخرة ونارها من الواقيات. جدير بك أن تعتبر بالنار التي توقد عليها في بيتك. جاء في الصحيحين عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها ب99 جزءا كلهن مثل حرها. ولذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يتعظون بما في الدنيا من الحر. كانوا إذا شربوا الماء البارد في الصيف بكوا، وليست البرودة كبرودة الماء اليوم، لأنه لم تكن عندهم ثلاجات ولا مكيفات. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قيل عنه: شرب ماء باردا في يوم حر فبكى، فقيل له: يا ابن عمر لماذا تبكي؟ قال: تذكرت أمنية أهل النار. وما هي أمنية أهل النار؟ قال: أغنى أو أغلى أمنية عندهم أتدرون ما هي؟ قال: أدعوكم لكي تسمعوا أمنية أهل النار وتتأملوا فيها، حتى إذا ما شربنا ماء باردا تذكرنا أمنية أهل النار. أمنية أهل النار يا عباد الله حينما يشتهون الماء ويقولون لأهل الجنة كما قال ربنا جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيقول لهم أهل الجنة: إن الله حرمها على الكافرين، إن الله حرمها على الكافرين. وصب بعض الصالحين على رأسه ماء فوجد شديد الحر فبكى، وقال: ذكرت قوله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فيا من لا يطيق حرارة الجو، ويا من لا يتحمل الوقوف في الشمس ساعة، كيف بك في يوم مقداره 50,000 سنة؟ كيف أنت وحرارة جهنم؟ كيف تفر من حر الشمس وتنسى فيح وحر جهنم ولا تهرب منها؟ ليتك أيها العبد عملت لظل الجنة كما عملت لداء الهرم والسقم، وليتك هربت من زفير النيران كما هربت من شمس الظهيرة. يا من تؤخر الصلاة عن وقتها تذكر حر جهنم. يا من تتعامل بالربا تذكر حر جهنم. يا من تظلم الناس تذكر حر جهنم. يا من تبارز الله بالمعاصي تذكر نار جهنم. يا من تسمح بانتشار الفساد في الأرض تذكر نار جهنم. يا من تحب إشاعة الفاحشة في أمة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تذكر نار جهنم. ويا مسلمون، يا مسلمون، يا من تتقون من حر الدنيا تذكروا وأكثروا ذكر حر الآخرة. نار جهنم كلها جحيم وشقاء وصراخ وبكاء وحسرة وعناء، لهيبها يلفح الوجوه، وماؤها حميم يقطع الأمعاء، وظلها يحموم، وعذابها داء دائم مقيم. قد ملئت أغلالا وأصفادا وشعرت فصارت سوادا. فماذا أعددت أيها الأخ الحبيب لحر جهنم؟ تفكر أيها العبد فيما يكون عليه الناس يوم القيامة، وحاول كما تحاول في الدنيا أن تكون تحت ظل أو تحت مكيف، حاول أن تجد لك سبيلا أو وسيلة محمودة لكي تضمن مكانك تحت ظل عرش الرحمن. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. ويا سعادة المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عباد الله، هناك من الناس إذا حل الصيف استباحوا المعاصي وعكفوا عليها وجاهروا بها، وعلى رأس هذه المعاصي قلة الحياء. هناك أناس أنعم الله عليهم بنعمة المال والصحة، وأنعم عليهم بنعمة البحر، فتراهم على شواطئه يجاهرون الله عز وجل عرايا دفعتهم شهوة النفس والمتعة في استغلال نعم الله فيما يغضب الله. فليس البحر بالحرام، ليس البحر بالحرام، فالبحر سخر للإنسان، لكن بدل أن نشكر الله عز وجل على نعمة البحر التي سخرها لنا نجاهر الله بالمعاصي وبالمنكرات في الصيف، فيفشي التعري سواء من جهة الذكور أو الإناث. ألا فليعلم كل مسلم أن كشف العورة معصية معلنة واعتداء وقلة حياء، بل دعوة إلى الزنا والعياذ بالله. ألا تعلم تلك المرأة التي تتعرى وتكشف عورتها أن ذلك سبب للحرمان من الجنة؟ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اعلموا عباد الله أن التعري يسبب لعنة الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسمنة البخت أو أسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات. هيا أيها المؤمنون عباد الله، التعري من قلة الحياء، بل هو رمز الدياثة وذهاب الغيرة والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن ابن عمر قال: ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. قيل: من الديوث يا رسول الله؟ قال: الرجل الذي يرضى بالفاحشة في أهله. سترنا الله وإياكم. ندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم استر بنات المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين. اللهم اهدهم إلى جادة الصواب يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إلى طريق الحق يا رب العالمين. اللهم من كان فينا في هذا المجلس العظيم ذو ذنب فاعف عنه يا رب العالمين. اللهم إن كان فينا ذو حاجة فاقضها يا رب العالمين. اللهم من كان فينا هنا مريضا فاشفه يا رب العالمين. اللهم من كان فينا محروما من الذرية فارزقه ذرية صالحة يا رب العالمين. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم انصر إخواننا في غزة العزة، اللهم انصر إخواننا في غزة العزة، اللهم انصر إخواننا في غزة العزة. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم صوب رأيهم يا رب العالمين. اللهم قرأ أعيننا بنصرة القدس يا رب العالمين. اللهم يا ربي واعف عنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا رب العالمين تب علينا، اللهم من علينا بتوبة علينا كي نتوب إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى الحق يا رب العالمين.
آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.